بخصوص شادي رياض، فقد أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي اليوم تعاقده مع المدافع المغربي الشاب قادما إليه من نادي برشلونة، علما أنه كان معارا هذا الموسم المنقضي لنادي ريال بيتيس لمدة موسم واحد. نادي كريستال بالاس قام بتقديم لاعبه المغربي الجديد بطريقة مميزة مستوحاة من التقاليد المغربية، وعلى وجه الخصوص تواجد الزربية المغربية خلال التقديم. نادي كريستال بالاس أكد في بلاغ نشره عبر موقعه الإلكتروني تعاقده مع المدافع المغربي حتى غاية سنة 2029 يونيو من عام 2029، وهو ما يمكن اعتباره عقد طويل الأمد. وقد أكد رئيس نادي كريستال بالاس السيد ستيف باريش أن حمل شادي رياض قميص المنتخب المغربي في سن 20 سنة كان من بين الأمور التي جعلت النادي يقتنع بإمكانيات المدافع، وهذا يدل على أن استدعاء شادي رياض لحمل قميص المنتخب المغربي كان له دور في انتقاله للدوري الإنجليزي الممتاز. وقال ستيف باريش في تصريحات صحفية باعتباره لاعبا دوليا يبلغ من العمر 20 سنة، فإن شادي لاعب شاب مثير ويسعدنا أن نرحب به في النادي. وصوله يضيف الجودة إلى فريق مليء بالفعل بالمواهب والإمكانات، وأنا أتطلع إلى رؤيته يساهم في الفريق هذا الموسم وما بعده. من جهته قال شادي رياض أو عبر عن سعادته الكبيرة بالانتقال إلى نادي كريستال بالاس، وأيضا للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال في تصريح مقتضب: أنا سعيد حقا بالانضمام إلى كريستال بالاس، لقد كنت مهتما بالمجيء إلى هنا بسبب تاريخ النادي والدوري الذي يلعب فيها، لقد أخبروني كيف لعبوا هذا العام، وأعتقد أن هذا يتناسب مع الطريقة التي ألعب بها بشكل كامل. وختم شادي رياض تصريحاته بالقول: النادي لديه لاعبين رفيعي المستوى من الشباب، وقد جئت إلى هنا لمتابعة نفس مسارهم للتطور كما فعلوا. فكل التوفيق لمدافعنا الشاب شادي رياض في تجربته الجديدة في أقوى دوري في العالم.